بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. في هذا الفصل يذكر رحمه الله كنايات الطلاق. فسبق أن الطلاق في ألفاظه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون لفظا صريحا بالطلاق، وهذا يقع به الطلاق ولو لم ينوه. والقسم الثاني كناية الطلاق، وهذا يقع به الطلاق إذا نواه، وينقسم إلى قسمين: إن كانت كناية الطلاق ظاهرة ونواه يقع به 3 طلقات. والقسم الثاني كناية الطلاق الخفية، وحكمه يقع به الطلاق إن نواه وعدده ما نواه، يعني يقع عليه 1، وإن كان نوى 2 2 أو 3 ف3، كما سيأتي إن شاء الله في درس الغد. ويمثل الآن هنا بألفاظ الكنايات الظاهرة وألفاظ الكنايات الخفية. ولذلك قال: وكنايته الظاهرة. والمراد بالظاهرة أنها أظهر في المعنى من الكناية الخفية، في أن المقصود بها الطلاق. فالمراد الظاهر يعني أظهر من الخفية. قال: وكنايته الظاهرة نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. هذه الألفاظ إذا نوى بها الطلاق على قول المصنف تقع 3 طلقات، كما سيأتي غدا إن شاء الله. فقوله أنت خلية يعني أنت مخلاة من الأزواج، يعني ليس لك زوج. فهذه كناية ظاهرة إن نواه يقع 3. وبرية يعني برية من الأزواج، يعني لا زوج لك، أي بريئة من الأزواج، خرجت من ذمتهم. وبائن أي منفصلة عني من زواجي. وبتة يعني مقطوعة من الزواج، يعني قطعتك من زواجي. وبتلة أيضا نفس معنى البتة، يعني منقطعة من زواجي. وأنت حرة يعني لست في عقد النكاح، لأن المرأة المتزوجة أسيرة في يد زوجها، فكأنه حل وثاق هذا الأسر، فقال أنت حرة. وأنت الحرج يعني أنت علي الحرام في عيشك معي، لأنك خرجت من ذمتي. فإذا نوى هذه الألفاظ ونحوها مع النية يقع 3. ومثل أيضا: برئت ذمتك مني، أو برئت ذمتي منك، أو غسلت يدي منك، أو لا خاطر لي فيك، وهكذا. قال: والخفية نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتزلي. هذه ألفاظ أيضا من الألفاظ كنايات الطلاق الخفية، إذا نواها يقع ما نواه، يقع ما نواه، سواء 1 أو 2 أو 3، لكن تقع عليه 1 لا محالة. قال: نحو اخرجي.
فلو قال لزوجته اخرجي وهو ينوي الطلاق تقع واحدة، وإذا كان ينوي اثنتين اثنتين، وكان ينوي ثلاثا فثلاثا. اخرجي واذهبي يعني اذهبي عن بيتي أو اذهبي إلى أهلك. وذوقي أي ذوقي مرارة الطلاق، وتجرعي أي تجرعي مرارة وما حصل من الطلاق. ذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي. اعتدي يعني إذا كان ينوي بذلك الطلاق يقع الطلقة، واستبرئي كذلك إذا نوى الطلاق يعتبر طلقة. واعتزلي يعني اعتزلي عني لأنك مطلقة، إذا نواه يقع الطلاق. ولست لي بزوجة كذلك إذا نوى الطلاق يقع. وإذا كان يقصد لست لي بزوجة يعني زوجة مثالية قائمة بأحوالي ولم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق. والحقي بأهلك يعني لأني طلقتك. أما إذا كان لا يقصد الطلاق الحقي بأهلك يعني اذهبي إلى أهلك لأني كرهتك لعلك ترجعين إلى رشدك وتطيعين في أمور الزوجية. قال وما أشبهه يعني مثل الله أغناني عنك لك ننوي الطلاق. وهكذا من الألفاظ التي إذا نواها يقع بها الطلاق. وهذه الألفاظ ونحوها يرجع فيها إلى العرف، فقد يكون في عرف معناها معنى للطلاق في الكناية الظاهرة، ويكون في بعض الألفاظ الكناية الظاهرة هي خفية فهي تعود إلى العرف. نعم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.